السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير ان شاء الله. وصفة النهاردة الحمام الكذاب. اكيد كلنا بنحبه وبنعمله دايما في العزومات. بجد بيبقى شكله حلو قوي، والنهاردة كمان هنعمله بطريقتين، بحشوة الرز وبحشوة الفريك. ان شاء الله الطريقة تعجبكم. لو لسه بقى ما اشتركتوش في قناتي، يا ريت تنزلوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني ان شاء الله كل جديد. وهنبدأ بقى الخطوات مع بعض. انا بجيب الوراك كده، بيكونوا خاليينها من العظم، بنقعها بمية وبملح وبليمون. هنبدأ بقى نجيب كده البصل ونحط بهارات اللي تحبيها. حطينا فلفل وبهارات فراخ وبابريكا وملح طبعا وحبة زيت. هنفرم بقى البصل ده، ممكن نزود ربع كوباية مية عشان ننعمه بالشكل ده. نبدأ بقى نصفيه، يعني نحطه كده ونضغط عليه بمعلقة لحد ما ننزل كل السوائل اللي موجودة في البصل. مية البصل بقى هنضيف ليها معلقة من الصويا صوص ومعلقة من دبس الرمان. لو ما عندكيش مفيش اي مشكلة خالص، ممكن تحط عصرة ليمونة بس او نص ليمونة. هنقلب بقى كويس كده وهنضيف الأوراق، وهنسيبها بقى كده في التتبيلة مش أقل من ساعتين. احنا نعمل بحشوة الرز وبحشوة الفريك. بالنسبة للرز هنعوز لكل ورك بالظبط ربع كوباية رز. لو عايزة الرز بالظبط، يعني لو عايزة تزودي براحتك مفيش مشكلة. بالنسبة للفريك أنا نقعت كوبايتين فريك حوالي ربع ساعة طبعا وصفيته. ومهم جدا ان احنا نختار نوع الفريك يكون كويس، لان السايب كله بيبقى فيه يعني حص وحاجات زي كده. فيفضل اللي هي الاكياس، وانا بستخدم بصراحة الضحى، بيبقى حلو جدا مفيهوش اي حص ولا اي حاجة. هنبدأ بقى نقطع فلفل. الفلفل اللي عندك نوع واحد نوعين مفيش اي مشكلة، وجزر، ومعايا طماطمتين كده بشرتهم. هنبدأ بقى نعمل الفريك الأول. معلقة زيت كده على معلقة زبدة، وهناخد البصل اللي احنا فرمناه، هناخد حوالي معلقتين ونبدأ نشوحهم كده لحد ما نشم ريحة البصل، يعني البصل يدبل خالص. أول حاجة هنحطها الجزر عشان الجزر ناشف شوية، وهنقلب لحد ما نحس كده ان كل المكونات اندمجت مع بعض ودبلت كمان. هننزل بقى بالفلفل، هناخد حوالي نص الكمية دي، وهنقلبها بالشكل ده. دول كوبايتين فريك مغسولين ومنقوعين حوالي نص ساعة أو ربع ساعة، وبنصفيهم ونبدأ بقى نقلبهم كده مع الفلفل والبصل. بنشوحهم كويس قوي عشان يبقى مفلفل معانا. هنحط مكعب مرقة دجاج ومعلقة فلفل أسمر، معلقة بابريكا، معلقة بهارات فراخ أو 7 بهارات الموجود عندك. وهنقلب بقى كله مع بعض. رشة جوزة الطيب ممكن تستغني عنها عادي. هنا طماطمتين احنا بشرناهم، وبنقلب بقى كله مع بعض. معيار الفريك بيبقى اكتر شوية من معيار الرز، يعني هو بياخد مية اكتر، بس احنا حطينا يعني على كوبايتين الفريك كوبايتين بس مية، عشان احنا عايزينه نص سوا مش سوا كامل. هنجيب طاسة تانية ونحط معلقة زيت ومعلقة زبدة بالشكل ده. هناخد برضو معلقة بصل. معانا هنا كبد وقوانص، ممكن برضو تعمليه من غير اي حاجة، يعني بصل بس.
لو مش بتحب الكبد والقوانص في الحمام اللي هنعمله النهارده. حبة فلفل بقى كده عشان اللون والطعم برضو. نص معلقة او ربع معلقة فلفل، وبهارات مشكلة برضو. هنبدأ بقى هنا الرز، طبعا غسلناه وصفناه. دول بالظبط 3/4 كوباية رز للتلات أوراق، عشان تعرفوا المعيار بالظبط. وهنحط نص كوباية مية، مش مثلا كوباية الا ربع، لا نص كوباية وممكن أقل. رشة بقى ملح كده ونسيبه على الهادي لحد ما يعني بناخد كده الرز حوالي نص سوا. وده الفريك برضو نص سوا، لان احنا لسه هنسوي كل دوت مع الاوراق في مرحلة التسوية النهائية في الفرن. نبدأ بقى بنحشي الجزء اللي تحت الاول، بنملاه بالشكل ده. وبعد كده بنحط بقى الرز فوق، وبالخلة بنحاول نقفل، يعني على حسب الوضع اللي قدامكم. هتبدأوا كده بتلموا الجلد مع بعض، وبالخلة بنثبتها بالشكل ده. وننضف بقى الرز اللي بره ده كله. شوفوا بيبقى شكله تحفة. هنعمل 3 أوراق بالرز و3 أوراق بالفريك بالشكل ده. خلصنا بقى كده الكمية كلها. يبقى 3 أوراق بحشوة الرز و3 أوراق بحشوة الفريك. معانا هنا بقى باقي الفريك، هنزود عليه كوباية مية وهنفرده في صينية بالطريقة دي. طبعا تقدروا بدل الفريك تحطوا بطاطس وممكن فلفل وبصل، يعني اللي يريحكوا. المهم اي حاجة، ممكن كمان بالخضار، اي خضار عندك ممكن تحطيه في الصينية وتحط عليها الاوراق. الحاجة اللي انت تحبيها اعمليها، مفيش اي مشكلة. رشة بقى زيت بسيطة كده عشان لما نحط ورق الزبدة ما يلزقش في الاوراق. وبقية الفلفل اللي كنا قطعناه هنحطه كده على وش الرز. هنحط بقى ورق زبدة وورق فويل ونلفها، نلف الصينية كويس جدا ونقفلها من الجوانب. عايزين نحتفظ بكل البخار لما ندخلها الفرن. هنجيب كده معلقة زبدة وعليها معلقة بابريكا مدخنة ومعلقة صلصة، ممكن كمان كاتشب. لو عندك كاتشب هيبقى أفضل. وهنقلب كل ده مع بعض. طبعا الفراخ بتقعد في الفرن حوالي يعني نص ساعة أو ساعة إلا ربع لحد ما الأوراق تستوي تماما. هنحط هنا على الصلصة حبة زيت صغيرين. هنا بقى الأوراق استوت تماما. طبعا اتأكدنا من السوا. ساعة إلا ربع بتكون كافية إن الأوراق تستوي تماما. هنزود بقى على الصلصة يعني حبة مية صغيرين عشان نعرف نوزعها. وهنبدأ ندهن الوش كده. لو مش عايزة الخطوة دي ممكن تدهنيها زبدة وتدخليها في الفرن تحت الشواية عشان تاخد لون. برضو بتاخد لون كويس جدا. لو مش بتحب الصلصة على الفراخ أو الطيور، هندخلها بقى الفرن. بتاخد حوالي 10 دقايق تحت الشواية. أول ما تاخد لون بنخرجها على طول بالشكل ده. بجد حلوة جدا. وكمان عملناها بطريقتين،
يعني وصفة هتشرفك في العزومات. ان شاء الله تعجبكم وصفة النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.